ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا وصفة تحفة قوي. عملنا سلطة صحية وحلوة وجميلة. هي سلطة الخس والذرة الصفراء. جميلة جدا. وزيناها، شايفين الزينة بقى؟ حاجة روعة. يلا تعالوا شوفوا عملتها ازاي، وما تنسوش تشتركوا في قناتي عشان يوصلكم كل وصفات. الوصفة بتاعت النهاردة مش هنطبخ بقى ولا هنعمل عصير ولا حاجة، هنعمل سلطة جميلة جدا وصحية وحلوة. معايا هنا ذرة صفرا، الذرة دي حلوة. ومعايا خس، الخس العادي بتاعنا البلدي. ومعايا مايونيز، عملنا المايونيز مع بعض قبل كده، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان تعملوه. بيبقى موفر وحلو، احسن من اللي بره بيبقى غالي. ومعايا عصرة ليمونة، هنحط منها حاجة بسيطة خالص عشان ايه الوصفة بتاعتنا ما تمررش. ومعايا زيت زيتون عشان الوصفة تبقى صحية وحلوة. يلا بينا نعمل السلطة سوا. جبت البولة اللي هعمل فيها السلطة، وهنزل كده بسم الله بالذرة الصفرا الجميلة بتاعتنا. طيب الذرة الصفرا لو انت جايباها من بره تعملي ايه؟ بتغسليها وبتحطيها على مصفى تصفيها، عشان ايه؟ ما يبقاش فيها المحلول بتاعها. وبعدين هي بقت سهلة وبتتعمل في البيت دلوقتي. ونقلب كده الخليط بتاعنا مع بعض. بصراحة شكلها بيبقى حلو قوي. ولسه بقى مزينها لكم في الطبق بقى ايه، بصراحة هتفتح النفس. شايفين شكلها جميل ازاي؟ هما مكونين اتنين بس اهو، سهل خالص، هو الذرة والخس. وبعدين ايه، هنحط الصوص، هنعمله ونظبطه ونحطه عليها. والعمل الصوص بتاعنا الجميل بقى، هننزل كده بالمايونيز. طيب اللي مش بيحب الليمون في الوصفة ممكن يقدر يستغنى عنها. بصي انا هحط ليمون قد ايه، مش هحط الكمية دي كلها، اهي نقطتين بس، حاجة بسيطة عشان ما تمررش معايا السلطة برضو. كتري بقى زيت زيتون، انا بحبه، براحتك لو عايزة تقللي تكتري. ونمكسها كده مع بعض. بصي ما تحطيش فيها ملح، يعني ما تقوليش احط فيها ملح زي اي سلطة، لا، انا بحطش فيها ملح خالص. المايونيز اصلا بيبقى فيه كل حاجة. طب عايزة تحطي توابل برضو، ما بيتحطش فيها توابل ولا فلفل اسود ولا اي توابل، عشان ما تغيرش من طعمها. ممكن تستغني عن الليمون وتحطي مايونيز وزيت زيتون، بتبقى حلوة برضو. بس انا مديها ايه، عصرة بسيطة خالص عشان الخس. والذرة الصفرا بتبقى حلوة اصلا، مش بتحتاج معاها اي حاجة. جبت طبق التقديم، وهنزينه كده بكام ورقة من الخس. شايفة الجمال؟ ونحط السلطة كده. بصي انا عايزاكي تقدمي احلى طبق سلطة يفتح النفس. ونزين الاكل، نزينه يبقى جميل. العين بتاكل قبل الفم طبعا. ونحط شوية هنا كده في النص. ونحط هنا. بصي بقى انا عامله لك طبق سلطة احسن من اللي بيتقدم في المطاعم، واحلى، والطعم جميل جدا. بصوا بقى الفكرة من ورق الخس اللي انا حطاه هنا، ان الصوص هينزل عليه كده. ونحط هنا كمان. انا بزين لك بطريقة بقى ايه تحفة. ونيجي هنا كده ونحط برضو هنا على الورقة. الله على الجمال. ونحط هنا كده في النص معلقة. ونحط اخر واحدة كده، وكده بقى وزعنا الصوص على السلطة كلها. بصوا انا حطيت، عارفين قلب الخاصة، حطيتها هنا كده في النص، تدي منظر حلو قوي. خلاص خلصت السلطة بتاعتي، جربوها بقى وقولوا لي ايه رأيكم.